السلام عليكم، تحياتي. شفت واحد السيد كيقول علاش حنا التين ما كيرخصش عندنا دائما 7 دراهم، فيما اننا حنا خصنا ناخدوه ب4 دراهم، ب2 دراهم ولا 3 دراهم، يعني على الاكثر. انا غادي نسمعوا الاوديو ديالو، الفيديو ديالو، وغادي نكملوا. الكيلو علاش زعما الليمون في المغرب تبارك الله غير مشتت وكيدير 7 دراهم؟ ما فهمتش. نورمالمون خصنا حنا ناكلوا الليمون غير ب2 دراهم، 2 دراهم ونص، الا غلا اسمع الا زيد، غلا كاع 3 دراهم، هادشي الا غلا. وعلاش اخويا اللي تتبيعونا ما حنا الليمون كيعرفش هذا ب 7 الشاب دراهم؟ هذا، عطيونا اخويا شي جواب مقنع، يلا جاوبوني جواب مقنع اسيدي. اللي ما كيعرفش هذا الشاب هذا هو ان الفلاح كيتعثر تعصار من اجل الغله، وملي كتوجد له كيلقى راسو صارف عليها أكثر من 3 دراهم. لهذا راك إلا كليتو ب2 دراهم ولا 3 دراهم أخويا، راك كليتو بالخطية ديال الفلاح. نعم، واخا غادي تقول لي الماء كاين حتى حاجة ما كتشرى، ولكن كاينين شي حوايج آخرين ماشي ساهل باش يتوفر عليهم الفلاح، منها الأدوية، من هذا نتوما كتعرفوا ولا ما كاينش الدواء حتى حاجة ما كتنجح، ومنها بزاف ديال الحوايج. فالفلاح كياكل الدق، إذن الفلاح كيبيع في البلاصة، كيبيع بالثمن، كيزيد واحد البركة على ديك الخدمة ديالو، على بزاف ديال الحوايج ديالو اللي هما مصروف كيتزادلو في الغلة، كيزيدو وكيبغي يبيع السلعة ديالو حتى هو بثمن مزيان. الفلاح بالنسبة لي أنا كنشوف، ما كنهضرش على دوك الفلاحة اللي هما شناقة، هما فلاحة وشناقة، لا، كنهضر أنا على فلاحة عاديين. فهاد الناس هادو كيكونوا مساكن كيقلبوا غير على ديك 4 دريال باش حتى هما يواجهوا العام الجاي. هذه هي الحقيقة. أما الفلاح الشناق فهذا كتكون عنده نظرة أخرى، هذا كيكون سبيسيال، هذا هو.